الموسيقى، الاتيكيت، الاناقه، هذا الشيء كله مجموع في هذه الشخصيه اللي غنهضروا عليها في هذا الفيديو. هذه الشخصيه اللي جابت هذا الشيء معاها من بلاد المشرق ونقلاته لينا لبلاد الاندلس ونشراته في اوروبا. فاش كنقول الموسيقى فراه كنهضروا على الغناء وعلى الفن وعلى التطوير ديالو، وفاش كنقولوا الاتيكيت فراه كنهضروا على نظام 3 وجبات اللي كنديروا حنا دابا نيت في المغرب وفي غالبيه الدول، اللي هو يعني كاين الوجبه ديال المقبلات، عاد كيجي الوجبه الرئيسيه، عاد كناكلوا الديسير. وفاش كنهضروا على الاناقه فراه كنهضروا على تنسيق الالوان والانسان كيفاش خصو يبان بواحد المظهر اللي انيق. خليكم معنا في هذا الفيديو باش نكتشفوا شكون هو هذه الشخصيه اللي كيبان لي انا الصراحه مظلوم تاريخيا، لان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش رغم انه لعب دور كبير في الرقي بالحياه في اوروبا وفي الاندلس. خليكم معنا. زرياب هو ابو الحسن علي بن نافع الموصلي، تزاد في 777 ميلاديه في الموصل وكبر وترعرع في بغداد. لقبوه بهذا اللقب لانه لون البشره ديالو كان داكن وكان كيمتاز بواحد الصوت عذب وكانت عنده فصاحه اللسان. داكشي باش كانوا كيشبهوه بطائر الشحرور اللي حتى هو عنده نفس المميزات ونفس الخصائص. زرياب كان مولع بالغناء والموسيقى من الصغر ديالو، داكشي باش غيولي تلميذ عند واحد الاستاذ سميتو اسحاق الموصلي اللي كان كيقريه بواحد الطريقه سريه حتى علموا الغناء والموسيقى مزيان. عاد قال ليه دابا مرحبا يمكن لك تخرج للعالم. واحد النهار الخليفه ديال ديك البلاد هارون الرشيد غادي يطلب من الاستاذ اسحاق انه يجي لعنده ويجيب معاه شي مغني جديد. الاستاذ ما غاديش يتردد وياخذ معاه زرياب لعند داك الخليفه. بعد ما وصلوا عند الخليفه استأذن اسحاق من الخليفه وقال لي زعما باش نقدم لك زرياب يغني لك، وبدا كيغني ليه زرياب. الخليفه عجبو الحال بزاف لان زرياب كان كيمدحو في دوك الاشعار اللي كان كيغني ليه، وكان كيقول ليه يا ايها الملك الميمون طائره هارون راح اليك الناس وابتكروا، وبقى كيغني عليه هكا وكيمدحو الى اخر القصيده. الملك عجبو الحال بزاف وفرح وقال لاسحاق الاستاذ ديال زرياب بانه خصو يفتخر به وانه خصو يتهلا فيه مزيان. الاستاذ عوض ما يفرح للتلميذ ديالو ويفرح بداك الشيء اللي حقه، الاستاذ العكس دخلوا الحسد ودخلاتو الغيره وقال هاد التلميذ ديالي بحال بغا يدي ليا بلاصتي. هو يمشي عند زرياب قال لي غنقول لك 2 كلمات، يا اما غتخوي بغداد يا اما غادي نصفيها لك. زرياب بطبيعه الحال كان خاطي المشاكل والصلاعات وهذا الشيء، جمع الباكطاج ديالو جمع الحويجات ديالو وهو يخوي بغداد. فين غادي يمشي؟ غادي يمشي لشمال افريقيا وبالضبط في القرويين. جلس فيها واحد المده، من بعد جاتو الفكره انه يمشي لبلاد الاندلس وبالضبط في قرطبه. وهنا قبل ما يمشي غادي يصيفط واحد الرساله للامير ديال قرطبه انذاك، غادي يقول ليه باللي انا راه كنعرف نغني وكندير الموسيقى واشنو كنعرف ندير واشنو كنعرف ندير. الامير رحب بالفكره ديالو وقال له مرحبا بك اجي. بعد ما مشى زرياب للاندلس وصل تفاجئ بان داك الامير اللي صيفط ليه ديك الرساله قتلوه، ما بقاش هو ولا واحد الامير جديد. مشى عند الامير الجديد وعاود قال ليه نفس داك الشيء اللي كتب هذاك في الرساله. قال له ودي انا راه جيت لانني انا فنان كندير الموسيقى وكندير الغناء وعندي بزاف ديال الحاجات اللي غادي نوريكم. قال له الامير تفضل ورينا شنو كتعرف دير. وبدا زرياب كيغني ليه وكيعزف على آلة العود ديالو اللي كان كيتقنها بزاف. الامير انبهر بالاداء ديال زرياب وكيفاش كيغني وكيفاش الصوت العذب ديالو كيخرج منه، وقال له انت بلاصتك غتبقى حدايا، انت بلاصتك معايا انا في هذا البلاط، ما عندك فين تمشي. هو يعطيه واحد القصر في جنبه وعطاه 200 دينار شهريا، يعني راه تهلا فيه ديال بصح. ولا زرياب معروف في هذاك القصر ديال الامير، ولا معروف حتى في الاندلس لانه بحال قلت دخل لهم واحد الهيد جديد، جاب لهم واحد الحاجه اللي ما مولفينش كيشوفوها ما اصلا. ومن هنا غادي يبدا الاعمال ديالو وغادي ياسس اول مدرسه لتعليم فن الموسيقى والغناء على اسسها وقواعدها، كما كنقولوا على حقها وطريقها، الموسيقى على حقها وطريقها. وماشي غير هذا الشيء، غادي يدخل بزاف ديال التحسينات في عالم الموسيقى، بحال مثلا غادي يزيد وتر في آلة العود اللي غيصبحوا 5 ديال الاوتار بعد ما كانوا غير 4، ودخل بزاف ديال المقامات في الموسيقى اللي ما كانوش معروفين. زائد انه بدل هذيك اللعيبه باش كيضربوا العود حولها للريش عوض ما كانت بالخشب، ودار تحسينات كبيره في طريقه الغناء والالقاء وضبط الايقاع الشعري والغناء مع الايقاع، يعني تحسينات كبيره في مجال الموسيقى. وافتتاح الغناء بالاناشيد في الاول. المهم طور بزاف وحسن بزاف ديال الاشياء في عالم الموسيقى. وماشي غير الموسيقى اللي جاب معاه زرياب، فرا جاب معاه بزاف ديال الحاجات اخرين من بغداد لقرطبه، بحال مثلا الاتواب والاقماش الفاخره اللي كان كيجيب بالوان مختلفه اللي كانت كتخلي الاغنياء والملوك والامراء ديال الاندلس وديال قرطبه بالضبط كينباهروا وكيقولوا شنو هذا الشيء، يعني اول مره كيجيبوا بحال هذا الشيء. ومن خلال المكوت ديالو في بلاد الاندلس كانوا كينبهروا بطريقه الجلوس ديالو امام المائده
وكيفاش كياكل بشويه عليه وكيمضغ غير بشويه بلا ما يزرب، وطريقه الكلام ديالو وكيفاش كيهضر بلا باقه. وكان دائما كيحط بزاف ديال المناديل في الطاوله ديالو، ها المناديل ديال اليدين، هادو ديال الرقبه، هادو ديال العرق، يعني كان كيحط بزاف ديال المناديل. هذا الشيء لفت انتباه النساء خاصه، اللي كان دائما كيقول ان النساء خص يكونوا عندهم بزاف ديال المناديل باحجام والوان مختلفه وتكون فيها رائحه العطر. وهو اللي دخل اوروبا الاتيكيت ديال الماكله ديال 3 وجبات، يعني كاينين المقبلات اللي كتكون عباره عن شلاضه او لا شوربه، عاد كيجي الطبق الرئيسي اللي كيكون يا اما لحم ولا دجاج ولا سمك، عاد ديك الساعه كيجي الديسير اللي كيكونوا فيه الفواكه او المكسرات. وكان عنده واحد الذوق خاص في تنسيق الموائد وتنظيمها، يعني كان كيعرف كيفاش انه ينظم الطابله. كان كيستخدم واحد الزجاج رقيق في الكيسان، يعني كان كيجيب واحد الكيسان ديال الزجاج الرقيق عوض المعادن، وكان كيصنع المزهريات ديال الورود من الذهب والفضه. كما انه كان معروف انه عنده مع الطياب، يعني كيفهم في النكهات وكيعرف النكهات وكيعرف ينسق ما بين الاطعمه. هذا الشيء خلاه يدخل بزاف ديال الاطعمه لاوروبا والحلويات اللي مازال كيديروهم الى يومنا هذا. هذا الشيء خلاه بدا يدير ولائم فخمه لدوك الملوك والامراء والاغنياء اللي كاينين في الاندلس، وكان كيعلمهم كيفاش يلبسوا، كيفاش ياكلوا، كيفاش يكونوا انيقين، كيفاش ياكلوا، الاتيكيت ديال الماكله، كيفاش انهم يستعملوا هذوك المناديل. يعني طور لهم الحياه ديالهم بواحد الشكل كبير. زائد انه دخل لهم لعبه الشطرنج والشاهمات، هاد الالعاب اللي مازال كيتلعبوا الى يومنا هذا في اوروبا. وهذا الشيء كامل كيرجع الفضل لزرياب، لانه جاب مع هذا الشيء من بلاد الاسلام والمسلمين وجابوا لاوروبا والاندلس ونشر فيها الثقافه اللي ما كانتش كاينه شحال هذه، وساهم بشكل كبير بالرقي في الحياه في اوروبا. صوت لهنا كينتهي الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وتهلاو.